أحسن الله إليك. وجه نصيحة للبنات ولولاة أمورهن بشأن العباءات العصرية. وما معنى حديث نساء كاسيات عاريات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائل؟ أليس هذا الصنف موجود في زماننا وفي نسائنا في هذا الجيل رؤوسهن كسنام الجمل؟ أما بالنسبة للعباءة فما المقصود من العباءة؟ المقصود من العباءة أن تستر المرأة زينة لبسها، وذلك يشترط في العباءة شرعا أن لا تكون زينة في ذاتها، أن لا تكون زينة في ذاتها، لأنها ستر للزينة، فإذا كانت زينة فإنها تحتاج إلى عباءة. ولذلك بعض العباءات الموجودة في السوق اليوم ليست عباءة شرعية، لأنها أشد زينة من اللباس. بعضها مفصل على هيئة جسم المرأة، وبعضها مزين ومزخرف. هذا لا يجوز للمرأة أن تخرج به إلى الشارع. ولذلك يجب يا إخوة على ولي الأمر إذا رأى ابنته، إذا رأى أخته، إذا رأى زوجته تشتري عباءة لتلبسها أن ينظر في المقصود الشرعي، وهو الستر لهذه الزينة التي تحتها. فإن كان يتحقق منها المقصود الشرعي فلا بأس، وإن كان لا يتحقق منها المقصود الشرعي فحرام عليه وعلى من تحت ولايته أن تلبس هذه العباءة التي هي زينة. وأما ما ورد في الحديث من النساء الكاسيات العاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني أصح ما فسر به الحديث بالنسبة للرؤوس أن يجمع الشعر فوق الرأس حتى يصبح كالسنام المائل، فيكون شعر المرأة مرتفعا فوق رأسها، ليس مساويا لرأسها، ولكنه مرتفع فوق رأسها يميل إلى الخلف. وهذا لا يجوز للمرأة أن تصنعه بشعرها، وهو من المحرمات العظيمة. ويعني وقع فعلا من كثير من النساء أنهن يفعلن هذا. فبعض أخواتنا الفاضلات تخرج محتشمة بعباءة طيبة ومتحجبة، لكنها ترفع شعرها فوق رأسها يميل إلى الخلف، ويرى هذا من وراء غطائها، وهذا لا يجوز. فينبغي لأخواتنا الفاضلات أن يتنبهن لهذا الأمر، وأن لا تجعل المرأة شعرها مجموعا خلف رأسها مرتفعا عن رأسها ولو شيئا يسيرا، والله أعلم.